الوصفة اليوم تشيز القشط، عبارة عن قشط، طبقة قشط وعليها طبقة ثانية كريمية، وحطيت عليها طبقة السكر وحرقتها بالتورش، فطلعت بين القشط وبين كريم بروليه، يعني قديم جديد. الوصفة جدا لذيذة. هذا المقادير ظهرت لكم على الشاشة، تقدرون تسوونه تقديم فردي بصحون صغيرة أو سخانات كبيرة. طيب نبدأ بسم الله. أول شي جبت مقلاة عميقة حطيت فيها الزبدة، وعلشان تطلع الزبدة نكهتها لذيذة حطيت كم حبة تمر، طبعا التمر بدون النوى. لاحظوا اللون. بعد ما تشقر شوي حطيت دقيق البر وقلبته تقريبا 5 دقايق لين تشقر وطلعت النكهة الحلوة. أضفت اللبن، حركت على طول، بعدين أضفت اللي هو التمر. قصرت النار وخليته تقريبا على نار هادية مع التحريك المستمر تقريبا 5 7 دقايق إلى 10 دقايق لحد ما طلعت نكهة القشط مرة لذيذة. هذه الصورة مقربة، معروف طعم القشط، يعني طعم لا يعلى عليه. طيب جبت الحين الصحون، وبعدين نص الصحن حطيت فيه من القشط وتركت مساحة للطبقة الثانية. هذه الطريقة مرة سهلة لكم ترصون، بس مو رص قوي. حطوا كيس بلاستيك وبعدين استخدموا الأكواب المعيارية، النص للفخار الصغير والكوب الكامل للصحون الفخارية اللي أكبر. الحين نجهز الطبقة الثانية. حطيت النسكافيه وحطيت عليه الماء الحار شوي بس عشان يذوب. بعدين لما تأكدت انه ذاب حطيت الجبنة الكريمية والحليب المكثف المحلى. طيب الحين خلطت المكونات، طلع عندي الخليط مرة متماسك. صبيت الخليط على القشط، ولاحظ اللون عشان النسكافيه. بعدين دخلت الصحون للفرن بس من أسفل لين تتماسك الطبقة اللي فوق، يعني ما تطولون عليها، تاخذ تقريبا 10 دقايق. وأول ما طلعت من الفرن رشيتها بالسكر الناعم وحركت السكر بالتورش، وهذه خطوة اختيارية. كررت الطريقة مع كل الكمية. بعد ما انتهيت ضبطت لي الكابتشينو، وممكن البلاك كافي، القهوة السعودية، أي مشروب أنتم حابينه. وقدمت التشيز القشط. أبيكم بس تسمعون الصوت، ما شاء الله تبارك الله. الوصفة هذه جدا لذيذة، مكوناتها كلها لذيذة، خصوصا إذا انضبط معكم القشط. تطلع بين الماضي وبين الحاضر. الوصفة تشيز القشط ضروري كلكم تجربونها، تعجب الجميع. سووها بسخانات وجمعاتكم. صحة وعافية وهنا عليكم.